بنسبة تطور بلغت 77%. طول الشبكة الطرقية الجزائرية يتعزز ويتدعم ليبلغ 140 ألف كيلومتر مربع، رقم لم يكن من السهل بلوغه لولا الاستراتيجيات والبرامج الطموحة التي سطرتها الدولة منذ الاستقلال، والتي مكنت أيضا من رفع طول الطرقات المعبدة إلى أكثر من 117 ألف كيلومتر مربع، ناهيك عن تضاعف غير مسبوق في الطرقات الازدواجية. المنشآت الطرقية فقد عرفت نمو يقدر بحوالي 77% مما كانت عليه في سنة 62، إذ بلغت حاليا أكثر من 141 ألف كيلومتر مقابل 80 ألف كيلومتر. تجدر الإشارة هنا أن الجهد المبذول من طرف القطاع من خلال عمليات العصرنة الازدواجية وإنجاز طرق جديدة مكن من تضاعف طول شبكة الطرق المعبدة إلى أكثر من 6 مرات، جاز من 19400 إلى 117500 كيلومتر. تعزيز الجزائر شبكتها الطرقية التي انطلقت فيها الدولة مباشرة غداة الاستقلال مكنتها اليوم من شق عدة طرق صحراوية وبآلاف الكيلومترات، طرق باتت تمثل للبلاد تتمة للبعد الإفريقي في المنطقة بأهداف تخدم برامج اقتصادية واجتماعية للدول الإفريقية وعلى رأسها الجزائر. قلنا يعد الطريق العابر للصحراء تتمة للبعد الإقليمي في المنطقة، إذ تاريخيا هو أول مشروع إفريقي من نوعه، وهو جزء من برنامج البنية التحتية للطرق الإفريقية الذي يتم تنفيذها عبر القارة. عندنا خارطة الطريق التي راهي في غرب الجاز وهي باللون الأحمر، هي من تندوف إلى زويرات، وراكم تشوفوا باللي زويرات شوم نواكشوط راهي منجزة، ولهذا كي تم هذا الطريق هذه نكونوا ربطنا الجزائر وهرن والقطر الجزائري بمدينة نواكشوط، ومن ثم نواكشوط عندنا الأبواب مفتوحة في دكار وكل إفريقيا الغربية. وتمتلك الجزائر شبكة طرقية واسعة وهي الأفضل في إفريقيا، غير أن مشاكل اهترائها خاصة في الطرق التي تشهد حركية ونشاطا مروريا كثيفا بات مزعجا بالنسبة للمواطنين والحكومة على حد سواء، ما دفع بوزارة الأشغال العمومية إلى ضبط برنامج يهدف إلى اتخاذ تدابير قانونية جديدة لردع سائقي شاحنة الوزن الثقيل وإرغامهم على احترام الوزن المسموح به قانونا، فضلا عن إعادة تأهيل دور صيانة الطرق لتحسين إدارتها.